من الأيام انت نايم وحاسس بهدوء غريب جدا ومفكر انك داخل في أعمق لحظات الراحة، لكن فجأة تلاقي نفسك واعي، شايف الأوضة، سامع صوت المروحة، حاسس بكل حاجة بس مش قادر ولا حتى تحرك صباع واحد من ايدك. تحاول تصرخ، الصوت محبوس جواك. تحاول تتنفس، النفس حتى مش قادر يطلع، كأن في حاجة قاعدة على صدرك وتبدأ تحس بيها. شخص أو كائن أو حتى ظل، مش مهم ايه اللي قاعد على صدرك دلوقتي، المهم انه موجود. هنا اللحظة اللي بيتحول فيها النوم لكابوس، اللحظة اللي ملايين الناس حول العالم وصفوها بنفس الشكل: أنا كنت صاحي بس مسجون جوه جسمي. واللحظة دي هي اللي العلماء بيسموها شلل النوم، واللي احنا بنسميه ببساطة الجاسوم. في أوروبا في القرن ال19 كانوا مقتنعين إن الجاسوم ده سببه الشيطان أو النايت مير، وفي ثقافات تانية قالوا ده جن قاعد على صدري، أو ده سحر، يعني دي روح شريرة بتحاول تخنقني. وفي ناس تانية صدقت ان سبب الجاسوم ده هو اكل فقير او نبيذ فاسد. تخيل يجيلك الجاسوم ده عشان فطرت اكل رديء، لكن الحقيقة الموضوع ابسط وفي نفس الوقت اخطر بكتير واعمق من كل الاساطير دي. في الاول كده، ليه بيحصل شلل النوم؟ النوم عندنا مش مرحلة واحدة، ده مرحلتين. عندنا نوم غير حركي اللي هو النون ريم، جسمك بيرتاح فيه ودقات قلبك بتهدى، ونوم الحركة العين السريعة اللي هو الريم. هنا بتبدأ الأحلام والكوابيس والخيال اللي شغال على 8K داخل دماغك. في مرحلة الريم جسمك بيعمل حاجة ذكية جدا، بيقفل عضلاتك كات داون على طول. ليه؟ عشان ما تقومش من السرير تبدأ تطبق أي حاجة انت حاليا بتحلم بيها. لكن أحيانا العقل بيصحى قبل الجسم وعضلاتك تفضل في وضع الكات داون ده، فبتكون واعي لكن مش قادر تتحرك خالص، وده بسبب نشاط في المخ في المرحلة دي. فبتبدأ تشوف هلوسات، ظلال، أصوات، أو حتى إحساس بوجود حد بضغط على الصدر، وده بيخلي الموضوع مرعب جدا. مين أكتر الناس بقى اللي بيتعرضوا للجاسوم؟ أول حاجة، الدراسات بتقول إن 8% من البشر مروا بتجربة شلل النوم على الأقل مرة، لكن نسبة أعلى بتبقى في الطلاب، الناس اللي بتسهر أو اللي بيناموا أقل من 6 ساعات، اللي عندهم توتر أو قلق أو حتى عندهم اضطراب ما بعد الصدمة. والعلماء بيسموها Hallucination of Interior Presence، يعني المخ هو في وضع نصه صاحي ونصه نايم بيبالغ في تفسير أي صوت أو ظل، فبيخلق وجود حوالين جسمك، يعني بيخلي جسمك يحس بأي حاجة أوفر، يعني 3 أضعاف 4 أضعاف، فتحس بكل حاجة زيادة عن اللزوم، تحس إن النفس بقى أتقل، تحس إنك مش قادر تشوف كويس. ومع توقف العضلات والريم النفس بيكون أبطأ، وده بيخلي الإحساس إن في جسم تقيل طبيعي جدا. إمتى لازم تاخد استشارة طبية؟ لو الجاسوم بيحصل لك أكتر من مرة في الأسبوع، أو بدأ يحصل ليك حتى وانت صاحي، أو مع أعراض اكتئاب أو اضطراب نوم، أو حتى عندك تاريخ وراثي في مشاكل في النوم، وقتها لازم تروح وتاخد استشارة. طيب هل الجاسوم خطير؟ العلم بيقول لأ، هو مرعب لكن مش بيقتل ومش بيدخل جن، وكمان مش بينقلك لعالم تاني، ومش معناه مرض عقلي، هو بس خلل بسيط في توقيت بين صحوتك ونوم عضلاتك. طيب ازاي نقلل حدوثه؟ نام وقت ثابت، وقلل السهر، وابعد عن المنبهات قبل النوم، يعني زي القهوة والشاي. ريح ذهنك قبل ما تنام، يعني متفضلش ماسك الموبايل وتقول انا ليه بيجيلي الجاسوم. تجنب انك تنام على ظهرك فترة طويلة جدا، وبس. وده كان أصلا